أيوة. محطه السكر. ايوه. محطه يعاني منها 30 مليون مصري اللي بيتفرجوا عليا. هنتكلم عن السكر وبعديها المحطه الثانيه القدم السكري. القدم. طيب انا جيت زي ما قلنا ذره الاكسجين فائقه النشاط. ذره الاكسجين المجنونه. السحر الابيض والحلال دخل خبط على الجسم. يا جسم افتح لي. طب انت هتخش على فين؟ هناخد اول محطه وهي محطه البنكرياس، وزي ما احنا هنتفرج معاكم دلوقتي جينا ادي البنكرياس بتاعنا. لما نقرب بس الكاميرا على البنكرياس. ايوه برضو اهو. تمام. ده البنكرياس. ايوه. احنا خبطنا على الجسم. ايوه. دخلنا. هنفترض ان ذره الاكسجين دخلت على البنكرياس. تمام. طبعا هي بتخش على الجسم كله. تمام. بس احنا دخلنا البنكرياس. زي ما النقطه الحمراء دي ايه بقى؟ دي الخلايا اللي شغاله بس. وكل الخلايا نايمين يا نهار اسود، يا اما مجهدين. يبتدي يحصل ايه؟ الخلايا دي اللي بتطلع الانسولين. اللي بيبتدي يحرق الجلوكوز. طب انت حضرتك شوف عندك كميه خلايا قد ايه؟ نايمين مجهدين، زي ما حضرتك لسه بتقولي انا مش قادر اتحرك من هنا. والله. طب ادي البنكرياس نفسه مش قادر يتحرك، مش قادر يطلع الانسولين. عشان كده العيان بعد فتره قليله وبعد جلسات قليله يقول انا ابتديت اتحسن، والانسولين اللي باخده من بره كميته قلت. ليه؟ عشان كميه الخلايا اللي شغاله الحمراء دي انا خليت كله احمر. يعني كله اشتغل، ابتدى يطلع الانسولين، ابتدى يزود حساسيه الخلايا لدخول الانسولين.